السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا عليه. اليوم عندنا عمل أكاشي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة كلها في المطبخ. نعمل الأكاشي. عندنا هنا بودرة لحمة، عندنا هنا أقصد بودرة فول سوداني أو فول سوداني بنحمصه على الخفيف وبنسحنه كالبودرة يعني. إذا ما عندنا بنعمل الفول السوداني جاهز اللي هو المعلب. عندنا هنا دقيق حسب الكمية اللي عايزاها، معلقتين أو 3 ملاعق. عندنا بهارات لحمة وثوم وفلفل وملح وبابريكا وكركم وبصل بودرة. عندنا هنا شطة. المكونات دي كلها اختياري. كل المكونات بتاعت البودرة دي المكونات اللي هي البهارات البودرة كلها اختياري، تختاري الحاجة اللي انت بتحبيها. تمام. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وشيروا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف. ما تنسوا الدعوات لأخواننا في فلسطين وأهلنا في السودان. عندنا هنا خطوة مهمة بنعملها للدقيق والفول. الفول أنا حمصه على خفيف وصحناه شكل بودرة. لو ما عندك الفول في البيت ممكن تعملي الفول الجاهز بتاع العلب. بتحمسون في النار تحميصة خفيفة لحد ما تشم ريحة الدقيق جانست مع الفول السوداني. بعد ذاك بنطفي عليها. الخطوة دي مهمة جدا في عمل الأقاشي. تمام. هنا بنحمص لحد ما يصل لنا اللون اللي احنا عايزينه والريحة اللي احنا عايزينها. بنشم الريحة بعد ذاك بنطفي عليه النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا عندي صدور بتاع الدجاج مقطعاها لشرايح. انت تعملي حسب الكمية اللي انت عايزاها. بعد ده بنقوم بنخلي اللحمة بنهرسها هرسة خفيفة بالطريقة دي عشان تخش لي البهارات كلها جوا اللحمة، عشان يكون طعمه لذيذ وتكون تكون هشة وتستوي معانا بسرعة. عندنا هنا في المرحلة دي بنصب الدقيق والفول اللي خلطناهم مع بعض وحمصناهم، نضيف في صحن كبير ونضيف لهم البهارات البودرة. بهارات البودرة نخلطها مع بعض تماما عشان تدينا النكهة الأصلية للأقاشي والطعم الرهيب. بعد ده بقوم بسحنها سحنة تانية إضافية في السحان وبنخلل المرة التانية. بنخلل عشان أطلع منها إذا كان في أي حبيبات. هنا بنقص كمية بسيطة من البودرة اللي خلطتها مع البهارات. بنقص كمية معلقة أو معلقتين بخليهم إضافية. هنا بضيف طحينة، ملعقة طحينة أو ملعقة زيت حسب الحاجة المتاحة عندي. بخليها تمام مع اللحمة. بعد ذاك بجي أضيف أشيل قطعة من اللحمة وأعملها بالطريقة دي في البودرة بتاعت الأقاشي. بغطيها تماما عشان تشرب النكهة والطعم. بمسح صينية بتاعت فرن عادية بشوية زيت وبخت فيها الأقاشي بالطريقة دي لحد ما أكمل كل الكمية. وإذا عندنا فحم طبعا بالفحم بتكون نكهتها أحلى وألذ وأطيب. أنا هنا هعملها في الفرن
في درجة حرارة 180 أو 200، وبراقبها كل شوية أشوف استوت ولا عايز شوية نار تاني مرة تانية. هنا خلصنا الكمية كلها. نخدها بالطريقة دي. إذا عايزة تخدها في عيدان شيش ممكن برضو. المرة الجاية ممكن أعمل لكم بالطريقة التانية. دي الطريقة السهلة والبسيطة. أي زول عايز يجرب الأقاشي لأول مرة يعمل بالطريقة دي. دي المعلقة نقصتها من الخلطة كلها. دي ممكن تقدميها برا مع الشطة والليمون والبصل. إذا في واحد حاب إضافة ممكن يضيف. يلا هنا بعد ما طلعناها من الفرن، ده اللون والشكل والطعم رهيب. قدميها مع بصل والليمون وشطة، بالإضافة البودرة اللي نقصتيها بتخليها على جنب. تحشيها سندوتشات. أيوة. يلا شوفي هنا كان الريحة ما شاء الله مالية البيت. ريحة ما شاء الله. أقاشي. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. وإذا حابين أي أكلة سودانية اكتبوا لي في التعليقات تحت. شيروا القناة مع الأصدقاء والمعارف لكي يصلكم كل جديد. قناتي.